So we've got 4 pictures at the top and 3 pictures at the bottom. And I'd like you to look at these pictures and compare the ones at the top with the ones at the bottom. Let's start with the 4 pictures at the top. عنا 4 صور فوق و3 تحت. بدنا نقارن الصور اللي فوق بالصور اللي تحت. خلونا نبلش بالصور اللي فوق. So if you look here, ما معي شيء أشيل فيه، حأشيل بالبسكوت. If you look here, we've got someone reading a book in the park. في عنا شخص عم يقرأ كتاب بالحديقة. So he seems to be really relaxed. يعني مبين عليه إنه مرتاح. We've also got here a beautiful young lady meditating at home. في عنا شابة صغيرة عم تعمل تأمل ببيتها. And here we've got someone having a cup of tea or maybe a cup of coffee by the window. في عنا شخص هي بنت عم تشرب ممكن فنجان قهوة أو شاي جنب الشباك. It looks like it's raining outside. مبين كأنه عم تمطر برا. And they all seem to be really comfortable and relaxed. وكلياتهم لحد الآن اللي فوق مبينين إنه هن مرتاحين ومروقين. And here we've got someone who's sat by the fireplace having a cup of tea maybe. Yeah, it's tea. I think so. وهون في عنا شخص قاعد جنب النار الموقد وعم يشرب كاسة شاي على الأغلب. فكلياتهم هدول اللي at the top اللي موجودين فوق مبين عليهم هيك comfortable، مرتاحين، relaxed، مرتاحين ورايقين. فينا نوصفهم كمان بكلمة حابة أحكيها بهذا الفيديو اللي هي calm. هذا الرمز هو صوت بالبريتش accent، فبنقولها calm. أما الكتابة فهيك بنكتب الكلمة والال silent، ما بنلفظ الال. أوكي، يا ريت تعيدوها calm. أما الثلاث أشخاص at the bottom، هدول 3 أشخاص بالأسفل، هل مبين are they calm؟ هل هن رايقين وهادين ومرتاحين؟ No they're not. لا مالن مرتاحين. طيب كيف فينا نوصفهم؟ هلأ فينا نوصفهم بصفة أنتم بتعرفوا اللي هي nervous، الآن متوتر. أوكي، بس في صفة حابة اليوم أعرفكم عليها بالفيديو اللي هي anxious. يا ريت تعيدوها صح، anxious. وهيك بنكتبها. أوكي، anxious هي صفة والاسم منها anxiety. أوكي، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات calm و anxious. مثلا فيكم تكتبوا بالتعليقات Today I feel calm because I slept well. يعني اليوم حاسة حالي هادية ومرتاحة لأنه نمت منيح. أو Today I feel calm because the weather is nice. اليوم حاسة حالي هيك هادية ومرتاحة because the weather is nice، لأنه الجو حلو. أو Today I feel anxious because I have an exam. اليوم حاسة حالي متوترة وقلقانة لأنه عندي امتحان. هلأ أنتوا فيكم تكتبوا إما الأمثلة مثل ما هي أو تكتبوا مثال من عندكم بحيث إنكم تقولوا Today I feel كذا because I كذا. Okay, thanks for watching. Bye for now.